ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ الاخبار؟ معاكم محمد زازوق من زاك وركس دوت كوم وزاك وركس دوت اكاديمي. يعني فوجئنا امبارح من 24 ساعه تقريبا ان كل الحسابات بتاعت ادوبي اللي كانت الناس شارياها من ريسيلرز او من ناس يعني بتبيع الحسابات دي، لكن مش عن طريق يعني الشركه الرسميه، فوجئنا ان الحسابات دي اتقفلت او ان ادوبي قفلتها بشكل رسمي. ودي طبعا مصيبه سودة على ناس كتير جدا للاسف. ولو عايزين تعرفوا تاريخي عن الموضوع، انا كنت من 3 سنين ونص تقريبا عملت حلقه اسمها الجرافيك اصلا حرام. يعني دلوقتي انا جايب لكم فتاوى من مواقع اسلاميه، وهسيب لكم اللينكات بتاعت الفتاوى دي في الديسكربشن تحت عشان لو حابين تبصوا عليها. الفتاوى دي بتقول ان الموضوع فعلا حرام شرعا، ولا يجوز انتهاك الحرمات وانتهاك الحقوق الفكريه والملكيه وحريه الابداع كمان للاشخاص دي. طبعا سيبكم من العنوان الهزلي علشان بس يعني هو مش كليك بيت ولا حاجه، بس كان نوع من انواع الهزار. طبعا حصل هجوم عليا ساعتها، ولكن في ناس كتير جدا اتجهت وسمعت الكلام واتجهوا فعلا لشركه ادوبي وعملوا اشتراك رسمي. ساعتها كانت طبعا الظروف الاقتصاديه مختلفه، وكان الدولار ساعتها مش يعني بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، لكن ده ما يمنعش برضو ان انت لازم تتحرى الدقه في كل قرش داخل بيتك، لان انت سواء القرش ده بتصرفه على نفسك او على اهلك او على عيالك، فلازم تتحرى الدقه يا معلم، عشان بس ما ترجعش تقول ان في مشاكل بتحصل لي والدنيا عطلانه معايا وربنا مش ساترها معايا. يا صديقي، طالما المصدر نفسه مسروق، فقرصنه البرامج بتاعت ادوبي او حاجه زي كده ده شيء مفروغ منه. مصدر دخلك نفسه مسروق، مصدر دخلك نفسه انت واخده ببلاش، خصوصا ان الشركه بتمنع الحسابات حتى المتباعه عن طريق ريسيلر. فالشركه نفسها بتقول لك يا جماعه احنا مش راضيين عن الحسابات دي وما ينفعش حد يستخدمها، او ان هي يعني طالما استخدمت بطريقه غير شرعيه فطبيعي جدا ان هم يقفلوا الحسابات دي. ولو قدروا يقفلوا كل الحسابات المعموله كراكد او مقرصنه هيعملوا كده، لان هم اكيد مش عايزين يخسروا يعني. وفي مصادر برامج كتير مجانيه من غير ما تدفع لها فلوس، وفي برامج كمان ارخص من ادوبي بكتير وبتدفع كمان مره واحده في السنه، او يعني مره واحده في الحياه كمان، يعني مش محتاج لها اشتراك شهري او حاجه زي كده. سامحوني بس عشان لسه ما استوعبتش يعني. انا نفسي بعاني على فكره من دفع اشتراك ادوبي الشهري، لان طبعا قيمته زادت جدا بعد الدولار ما زاد، ولكن ده على الناس كلها، كل الخامات زادت. لكن المشكله في شغلتنا ان البني ادم اتعود، او الناس اتعودت ان القرصنه شيء عادي وانه قشطه طبيعي ان انا قرصن لعبه او قرصن برنامج، فانت كده يا معلم ماشي غلط تماما. ولازم لا اما بقى تسيب الليله اللي انت فيها دي، لا اما تحلل القرشين اللي انت بتعملهم يعني. فالمفروض دلوقتي ايه اللي يحصل؟ المفروض ان انت تعطل كل شيء، توقف حسابك يا معلم زي ما هو واقف، او تكمل مجاني، هو كده كده هيديك شهر، فكمل الشهر ده معاهم عادي جدا. المفروض ان البلاك فرايداي بتاعهم يعني يوم 25/11، فخلاص كلها كام يوم واكيد هينزلوا عروض جامده جدا. وادوبي فعلا بتنزل عروض جامده قوي. يعني افتكر ان انا كنت شاري حساب من فتره لحد كان ساعتها في خصم 60%، فده كان شيء رهيب. يعني هو اصلا بيدفع تقريبا 350 جنيه في الشهر حاجه زي كده، ومعاه كل الباكج يا معلم والكلاود وكل حاجه. وان شاء الله تلاقي في البلاك فرايداي عرض محترم يناسب يعني جيبك او حاجه زي كده. لكن يا معلم مفيش حاجه برضه اسمها تناسب جيبك او ما تناسبش. انت دلوقتي شغال جرافيك ديزاينر وبتكسب فلوس من المجال ده وبتعمل فلوس ايا كانت بقى هي فلوسه كتير او قليله، لكن لازم تحلل القرشين اللي داخلين لك، ما تقعش في الحفره دي يا معلم. وربنا سبحانه وتعالى مش هيكون راضي عنك ولا هيكون راضي عن الفلوس اللي انت بتعملها. ماليش بقى علاقه الشركه دي بقى جنسيتها ايه ولا ميولها ايه، انا ماليش علاقه بالحكايه دي خالص. انا ليا علاقه ان انا دلوقتي شيء انا بستفيد منه وباكل عيش منه، فالمفروض ان انا ادفع ثمنه. فالبدايل كتير، وكنا عملنا حلقه اسمها بدايل برامج ادوبي المجانيه، ممكن ترجعوا تشوفوها لو يعني مش حابين تستخدموا شغل ادوبي او يعني برامج ادوبي، ممكن تشوف بدايل. فكل شيء موجود على الانترنت اللي بفلوس يعني في قصاده شيء مجاني رسمي، يعني رسميا مجانا، فروح استخدم الحاجات الرسميه المجانيه بدل ما تقرصن. خصوصا يا معلم ان الجهاز اللي انت برضو تعبان فيه وجايبه بفلوس كتير ممكن الهارد بقى يتحرق بسبب فيروس، او ممكن كل الداتا بتاعتك اللي انت دافع فيها فلوس كتير، زائد طبعا شغلك اللي انت عامله العملاء، ممكن كل الكلام ده يطير، تلاقي فجاه الهيستوري بتاعك كله في الباي باي يا معلم. فليه يعني كل ده؟ عشان انت بخلان تدفع في شغلك او بخلان ان انت تصرف على اكل عيشك. فصدقني يا صديقي الموضوع مش مستاهل، لان في حرمانيه جامده جدا، وكمان في عيب يعني اخلاقي كمان. ولو انت بقى شغال في شركه يا معلم فول تايم او حاجه زي كده، موظف يعني او مصمم جرافيكس يعني، فانت لازم الشركه هي دلوقتي المسؤوله ان هي تجيب لك الحساب بتاع ادوبي رسمي تبع الشركه،
يعني ده انت بقى سيبك من الحكايه بتاعت ان انا اصرف على شغلي والكلام ده. لا يا معلم، انت المفروض طالما شغال في شركه المفروض هم اللي يوفروا لك حساب ادوبي رسمي تشتغل عليه، ده المفروض يعني. لكن للاسف الشديد يعني المفروض في الشركات في حاجات كتير ما بتتعملش للاسف الشديد يعني. انا حبيت بس اقول لكم اللي بيحصل، لان في ناس كتير اكيد اتخضت لما دخلت لقت حساباتها اتوقفت. انا نفس حسابي على فكره اتعمل له ساين اوت واتخضيت برضه، لكن انا الحمد لله رسمي وبدفع عن طريق الكريدت كارد بتاعي مباشره على ادوبي، فرحت داخل اعمل ساين ان تاني وخلاص على كده. يعني لو هنخرج من الحلقه دي بحاجه فلازم نتحرى الدقه في كل جنيه وكل قرش داخل جيب الواحد، لان مش مستاهله الدنيا، مش مستاهله، لا الدنيا ولا الاخره مستاهله الصراحه ان الواحد يدخل بيته فلوس حرام. وبكده تكون حلقه النهارده الحمد لله خلصت على خير. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله من زاك توك. ما اعرفش بقى دي زاك توك ولا دردشه لسه يعني، هنشوف هنحط انهي اوترو في الاخر. السلام عليكم.